واش زيارة رئيس دولة لدولة أخرى ولات كتشعل حرب إعلامية في العالم العربي؟ علاش بعض المنابر الجزائرية هاجمت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات مجددا وبهذه الحدة؟ واش الموضوع غير سياسي ولا كاين صراع نفوذ ورسائل مخفية كتدار عبر الإعلام؟ اليوم غادي نفهموا القصة كاملة بطريقة بسيطة ومختصرة وبلا تعقيد. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دار زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة، وهذا الشيء ماشي جديد حيث العلاقة بين مصر والإمارات المتحدة قوية بزاف، سواء اقتصاديا سياسيا وحتى استراتيجيا. البلدين كيخدموا مع بعض في ملفات إقليمية كبيرة وعندهم تنسيق مستمر منذ سنوات. لكن مباشرة من بعد هذه الزيارة بعض وسائل الإعلام في الجزائر دخلت على الخط وبنبرة هجومية قوية وانتقدت السيسي وحتى توجهات القاهرة السياسية. العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية كتكون فيها منافسة خفية على النفوذ والتأثير في المنطقة، والإعلام هنا كيولي ماشي غير ناقل الأخبار بل سلاح ناعم. كل دولة كتحاول تدافع على الرؤية ديالها وتبرز المواقف ديالها، وأحيانا كيتحول النقاش الإعلامي من تحليل سياسي لهجوم مباشر. كاينين اللي كيعتبروا بأن بعض المنابر الجزائرية تجاوزات الحدود النقد العادي، خصوصا ملي كيوصل الأمر للتشكيك أو السخرية من اختيارات الدول الأخرى. وفي المقابل كاين اللي كيشوف أن الإعلام عنده الحق ينتقد أي تحالف أو موقف سياسي كيف ما كان. المشكل الحقيقي ماشي في الزيارة بحد ذاتها، المشكل هو كيفاش الإعلام العربي ولا كيأجج الخلافات أكثر مما كيهديها. المواطن العربي اليوم ولا كيشوف صراعات إعلامية يومية بين دول المفروض تجمعهم اللغة والتاريخ والمصالح المشتركة. بدل ما يكون الإعلام وسيلة للتقريب، مرات كيولي أداة للاستقطاب وصناعة العداء. وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم: فين كتسالي حرية التعبير وفين كيبدا التحريض السياسي؟ في السياسة الاختلاف طبيعي، ولكن احترام سيادة الدول وخيارات الشعوب خاصو يبقى خط أحمر. واليوم أكثر من أي وقت مضى العالم العربي محتاج إعلام يشرح ليه ويوعيه، ماشي إعلام يشعل الفتنة ويزيد التوتر. دابا الدور ديالكم، واش كتشوفوا أن الإعلام العربي ولا متحيز بزاف، ولا هاد النوع ديال الانتقادات عادية في الحياة السياسية؟ كتبوا لي الرأي تاعكم في الكومنتات وديروا لايك لهذا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بالجديد. والسلام عليكم.